بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم واهلا بيكم. فيديو النهاردة هنتكلم عن عقوبة اللاعب محمود كهربا ومدة ايقاف محمد الشناوي. كمان هشارك تعليقاتكم مع نهاية الحلقة، ولكن قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وقول لي رأيك في التعليقات، ودايما ان شاء الله اقول اكبر عدد من تعليقاتكم والكومنتات يعني خلال الفيديوهات القادمة. طيب خلونا نبدأ باللاعب الدولي محمود كهربا. ولجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم قررت إيقاف كهربا لمدة 12 مباراة مع تغريمه مليون جنيه عقوبة بسبب احتفال كهربا مع جماهير النادي الأهلي باستخدام ألفاظ خارجة وغير مناسبة. يعني خلونا نشوف كده الفيديو. طبعا الاحتفال ده كان بعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم 21 يناير. نشوف الفيديو نرجع مع بعض تاني. طبعا الكلام موضح نفسه، كهربا حطه صح مع استخدام الايد كده. فانا مش فاهم ليه محمود كهربا بيعمل اللقطة دي اصلا. ليه انت تحتفل مع الجمهور وتردد معاه؟ ماشي، انت ممكن تفرح وتحتفل تعمل كل حاجة براحتك، لكن مش كل حاجة اردد ورا الجمهور. يعني لجنة الانضباط اعتبرت التصرف ده مشين وفي ايحاءات غير لائقة غير مناسبة. احنا عارفين طبعا اساس الكورة اخلاق، بنقول اخلاق رياضية. فعلا الموضوع ما كانش حلو، يعني اللقطة بالكلام بالاشارات بالاحتفالات. لك اوف احا كهربا حطه صح وبيعمل كده؟ لا، بنتكلم بالامانة بقى. لا، هو في يعني في حاجات مش حلوة. تمام، انا اتمنى ان كهربا يركز بس في الملعب. المهم، اكيد كهربا عمل حاجة غلط والموضوع ما كانش لطيف يعني، ولكن برضو لجنة الانضباط ظلمت اللاعب. 12 مباراة ايقاف ومليون جنيه. خلي بالك 12 مباراة عشان الاهلي هيعمل تظلم وهيتم تخفيض العقوبة يعني. طب ايه اللي هتعمله ادارة النادي الاهلي الفترة الجاية؟ هيتم تقديم استئناف وتظلم بقى للجنة الانضباط. بناء على ذلك هيتم تخفيض العقوبة والايقاف لمدة 8 ماتشات بنسبة كبيرة يعني. وممكن كمان الغرامة تتقلل ل 500 ألف جنيه. مفيش في اللائحة أصلا مليون جنيه. تمام، ده الموضوع من أوله لآخره. كهربا عمل خطأ وقال مع الجمهور كلام مش حلو بعد ماتش القمة يوم 21 يناير، وبعد كده تم توقيع عقوبة عليه. العقوبة اتأخرت، القرار اتأخر من لجنة الانضباط. العقوبة طبعا كبيرة جدا، 12 مباراة ياما. لما سألوا كهربا بقى في التحقيق قال لهم أنا قصدي كهربا حطه صح العقد، يعني كهربا حطه صح، كتب العقد صح. الكلام ده طبعا بيتقال من كهربا والمحامي والقصة دي كلها. انا اتمنى ان محمود كهربا يركز داخل الملعب بس. انت لاعب مؤثر، لاعب كبير، من افضل واهم العناصر في القلعة الحمراء. يعني احنا عارفين انت لاعب كبير. احنا خلاص انت مش محتاج لقطة، انت مش محتاج لقطة. وعندنا يعني عندك رصيد كبير جدا، يعتبر حاليا من اكتر اللعيبة تأثيرا وفعالية مع النادي الاهلي. بيسجل ما شاء الله ارقام ما شاء الله. يعني انت مش ناقص اصلا عقوبات ولا غرامات. يعني كفاية مشاكلك مع نادي الزمالك والغرامة الكبيرة اللي هتدفعها. فبلاش اللقطات اللي زي دي. بلاش كهربا حطه صح ايه، لا. النهاردة في ماتش سموحة انت مرضتش تحتفل وتتكلم وتقول نفس اللي بيقوله الجمهور. يعني عملت لهم كده. انت فاهم اهو، انت سامع. خلاص بقى اهدى شوية كهربا، يا ريت تهدى شوية تركز بس في الملعب. الجمهور طبعا ممكن يقول اي كلام، ممكن الجمهور مثلا يشتم يتكلم، ماشي، بتعدي غرامة صغيرة على الفريق. ولكن انت لما تتوقف حتى 8 ماتشات بعد الاستئناف، لا احنا هنتأثر، نادي الاهلي هيتأثر بمعنى اصح يعني. طيب بخصوص الانسحاب من مباراة السوبر، طبعا في اتجاه قوي داخل النادي الاهلي على الانسحاب من ماتش السوبر امام الزمالك يوم 5/5 بسبب العقوبة اللي تم توقيعها على محمود كهربا. ممكن جدا جدا الاهلي ينسحب زي قبل كده الاهلي ما انسحب من بطولة كأس الرابطة. ولكن حتى لو النادي الاهلي ما لعبش ماتش السوبر العقوبة مش هتتلغي. يعني ايه؟ يعني كهربا هيتم ايقافه. لو حتى النادي الاهلي انسحب
من مباراة السوبر يوم 5/5 في الإمارات عادي جدا. لجنة الانضباط مش هترجع في كلامها. وقبل كده طبعا شفنا إيقاف إمام عاشور وكهربا وشيكابالا والقصص القديمة دي. وكهربا أصلا من أول ما جه النادي الأهلي بيعمل مشاكل، وعمل قبل كده مشكلة مع الشناوي وعمل مشكلة مع باتسو موسيماني. فخلاص بقى أنت المفروض وصلت للنضج الكروي. أما عن محمد الشناوي هو كمان هيتوقف 3 ماتشات بناء عن اللائحة. محمد الشناوي اتطرد في ماتش الأهلي وسموحة، تصرف غير مسؤول، تصرف ساذج جدا. يعني الكرة اتلعبت كورنر وبعد كده ضرب لاعب سموحة اللي هو أحمد حكم. ليه؟ أنا مش فاهم. يعني محمد الشناوي لاعب كبير، المفروض انه القائد والكابتن، المفروض انه اصلا قدوة للاعبين الصغيرين، تمام، او لكل لاعبي النادي الاهلي يعني. فعشان انت تعمل تصرف زي ده ملوش لازمة في نهاية المباراة والاهلي راكب الجيم، لا، كده كده اصلا هيتم توقيع غرامة عليه من قبل ادارة النادي الاهلي، وكمان من اتحاد الكورة اللي هي بقى لجنة المسابقات، الرابطة يعني، هيتم ايقافه 3 ماتشات وفقا للوائح. ما كنتش اتمنى اشوف الشناوي في الموقف ده خالص، لان زي ما قلت لك كده هو لاعب دولي كبير. لما اتكلم عن مباراة الاهلي وسموحة، وطبعا الاهلي ما شاء الله كالعادة بيكسب في الدوري المصري، وصلنا للنقطة 53 والاداء كويس بجد. يعني كهربا سجل، محمد شريف سجل، ضيعنا اكتر من هدف، والاهلي ما شاء الله في الدوري متماسك. يعني ايه؟ يعني صعب يدخل فيه جول، او بمعنى اصح صعب يخسر، ودي حاجة كويسة. ان شاء الله بقى في البطولات الافريقية في افريقيا يعني دوري الابطال نأدي بنفس القوة بنفس الفعالية، ويكون لينا شخصية في الماتشات. عندنا طبعا ماتش مهم جدا امام الرجاء المغربي، واتمنى التوفيق للقلعة الحمراء. محمد شريف بيقدم اداء طيب جدا وبيسجل، وفاق تاني رجع. يا ريت قفشه هو كمان يفوق في الملعب، رغم ان قفشه يعني خارج حسابات مارسيل كولر. كهربا هو كمان مستمر في التألق، فانا بقول كهربا خساره يعني. لاعب كويس ولاعب ايجابي ولاعب ما شاء الله يعني شرس على الجول، خساره انت تتوقف. مش هنقدر نتكلم مع لجنه الانضباط عشان تبقى فاهم، تمام. كولر النهارده بدأ بخطة 4-3-3، الشناوي، متولي، منعم، هاني، خالد عبد الفتاح، مروان عطية، اليو ديانج، عمرو السولية، كهربا، تاو، شريف. يعتبر اقل لاعب النهارده بيرسي تاو، وخالد عبد الفتاح طبعا مش مكانه، مركز الظهير الايسر. لو مارسيل كولر عاوز يريح علي معلول، عندك ايمن اشرف، عندك محمد اشرف، عندك احمد نبيل، كوكا كمان موجود، رأفت خليل بيقدر يلعب ظهير ايسر، ولكن خالد عبد الفتاح في المركز ده مش حلو. وانا يعني قلت لك قبل كده ان الاهلي محتاج ظهير ايسر مكان علي معلول. مش معقول علي معلول يلعب كل الماتشات، ما ينفعش، لانه اصلا كبر في السن، مفيش لاعب بيقدر يواصل الموسم كله بطولات مختلفة. عندنا ماتشات افريقية، محلية، كاس، دوري، واحنا عارفين الاهلي بينافس على كل البطولات يعني. فانا اتمنى ان مركز الظهير الايسر يكون عندنا لاعب تاني مكان علي معلول اساسي، وبعد كده لاعب يعني بديل. محمود متولي مدافع كويس وهادي ولكن بطيء. يعني ايه بطيء؟ قراراته بتكون متأخرة شوية. يعني اتمنى ان متولي يلعب اسرع من كده. وبعدين احنا عندنا مشكلة في بناء الهجمة، لو اي فريق بيضغط عالي على النادي الاهلي هيحصل مشاكل ونستقبل اهداف كمان. النهارده حسام حسن ضغط في كورة كان ممكن الاهلي يستقبل هدف لولا الشناوي. بكل امان الشناوي اخر ماتشين لا بيأدي بشكل كويس، النهارده بس عمل حركة مش حلوة ملهاش لازمة اصلا يعني. بس على المستوى الفني لا، الشناوي رجع، يا ريت بقى يرجع، ويا ريت الشناوي يرجع رقم 1. الشناوي عارفين انه حارس كبير وحارس خبرة وحارس دولي، فيعني ان شاء الله القادم افضل بالنسبة لنادي القرن. بأمر الله نقدر نأدي بشكل كويس قدام الرجاء المغربي. احنا عملنا بروفا كويسة قدام سموحة، ويعني بالروح بالدم ان شاء الله افريقيا مش هتروح. دلوقتي هقول لك يعني عدد من تعليقاتكم كده على الفيديو اللي فات. يلا نشوف التعليقات. اول واحد عندنا محمد احمد بيقول يا ريت رمضان صبحي يرجع عشان كان عامل هو وعلي معلول جبهة حلوة جدا. تاني تعليق عبد الحليم خليل، رمضان صبحي لن ينضم الى النادي الاهلي وافتكر كلامي ده. ماشي يا عبد الحليم.
فوزي فرج بيقول أرجو سرعة التعاقد مع أحمد شريف، كريستيفا ومابلولو ورمضان صبحي. وجهة نظرك تحترم طبعا. أحمد حسن بيقول لا لعودة رمضان صبحي وشكرا. شكرا ليك يا أحمد. عندنا أيضا تعليق من عبد الله ناصر بيقول الأهلي لازم يجيب راس حربة أحمد الشيخ بتاع غزل المحلة. يوسف حميدو بيقول رمضان لا مستحيل. محمود جومة رمضان صبحي لا طبعا. كوكو أيوب رمضان مش هيرجع. ماشي يا كوكو. آخر تعليق عندنا من عبد القادر الشايب، الأهلي لازم يتعاقد مع مهاجم صريح أجنبي برازيلي أو أفريقي يكون هداف متكامل. شوف فريق الهلال السعودي كم عنده من لاعب أجنبي. تمام جدا. يعني أنا قلت تعليقاتكم زي ما وعدتكم، إن شاء الله الفترة الجاية هشارك أكبر عدد من تعليقات والأسئلة. يا ريت لو أنت عندك أي سؤال أنا معاك. بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. عاوزك تقول لي رأيك في التعليقات عن عقوبة كهربا إيقاف الشناوي. لو عندك أي سؤال أنا معاك، وإن شاء الله هشارك تعليقاتكم بقى الفترة الجاية. شكرا ليكم. السلام عليكم.